السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب البكالوريا في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده ميعادنا مع الحصة السابعة والحصة الأخيرة. حصتنا النهارده بتتكلم عن أهم القواعد المحاسبية، القواعد اللي احنا ماشيين بيها، القواعد اللي المحاسبين حطوها. لازم نعرف الكلام ده ونعرف القواعد المحاسبية دي ايه هي وازاي نستخدمها وبنستخدمها في ايه اصلا. فسمي الله كده ويلا بينا نبدأ مع بعض بقى ونعرف القواعد المحاسبية ونعرف البنود بتاعة المحاسبة ونفهم الكلام ده كله. عندي قواعد مهمة جدا. مبدئيا عندي فروض البيئة الأساسية، وعندي قواعد التسجيل. الفروض اللي هو المحاسبية. يعني ايه الفروض المحاسبية؟ يعني الملعب اللي احنا بنلعب فيه. يعني ايه الملعب اللي احنا بنلعب فيه؟ يعني الكيان، الاستمرارية، وحدة النقد. دي بقول عليها فروض البيئة الأساسية. الفروض اللي عندي اللي هو الكيان، الاستمرارية، وحدة النقد. طبعا هنفهم كل ده مع بعض دلوقتي. تاني حاجة عندي قواعد التسجيل. ازاي بنسجل الحركة؟ يعني ايه بنسجل الحركة؟ يعني أنا دلوقتي دفعت إيجار، دفعت مصاريف، دفعت مرتبات، دخل لي فلوس، طلعنا فلوس، كل ده بقول عليه حركة مالية. بقول عليه إيه؟ بقول عليه حركة مالية. إزاي بسجله؟ بنسجله عندنا حاجة اسمها التكلفة التاريخية، الإيرادات المقابلة. يبقى عندي أول حاجتين فروض البيئة الأساسية اللي هي الكيان، الاستمرارية، وحدة النقد. رقم 2 قواعد التسجيل. إزاي بنسجل الحركة المالية؟ تكلفة تاريخية والإيرادات المقابلة. الكلام ده الخلاصة بنطلع النتيجة النهائية وبنحسبها ازاي؟ بنشوف النقدي ضد الاستحقاق. يعني ايه نقدي ويعني ايه استحقاق؟ نقدي يعني الفلوس اللي داخلالي او الفلوس اللي بدفعها. الاستحقاق مش انت لما بتروح تشتري حاجة قسط بيقول لك يستحق شهر كذا تدفع مبلغ كذا. الاستحقاق ده يعني فلوس عليا بدفعها. الكلام ده كله. طيب تعالى كده مع بعض نعرف افتراض الوحدة الاقتصادية. ايه افتراض الوحدة الاقتصادية ده؟ دلوقتي انا حسابات الشركة عندي ان انا الشركة بتاعتي شغالة دلوقتي والدنيا تمام ومفيش اي مشاكل. فجت في دماغي مرة عايز اطلع فلوس من الشركة واروح جايب بيها عربية خاصة ليا. هل الكلام ده ينفع؟ الكلام ده ما ينفعش. فعندي في المحاسبة فرض الوحدة الاقتصادية بيقول لك ان انت لازم افصل ايه بقى؟ انشطة الشركة عن انشطة المالك. يعني نشاط الشركة حاجة ونشاط المالك حاجة تانية. يعني نشاط الشركة لوحده ونشاط المالك لوحده. يعني ما ينفعش ان انا اخد من فلوس الشركة واروح اجيب عربية خاصة ليا. يبقى افتراض الوحدة الاقتصادية بيقول لي ان انت تفصل نشاط الشركة عن نشاطك الخاص او عن الحاجات الخاصة بتاعتك. يبقى الافتراض ده بيقول لي ان انت لازم تفصل نشاط الشركة لوحده عن حياتك الشخصية لوحدها. يبقى دلوقتي الافتراض ده بيقول لي ان انا افصل تماما بين انشطة الشركة وبين انشطة المالك الشخصية. يبقى لازم نفصل ما بين الاتنين. طيب بعد كده عندي افتراض اسمه الافتراض الاستمرارية. جاية من اسمها استمرارية يعني استمرار، استمرارية يعني استمرار. يعني ان حياة المشروع مستمرة الى ما لا نهاية ومفيش ان احنا نية ان احنا نصفي. يبقى استمرارية يعني في استمرار. بس في حاجة بقى، احنا ده فاتحين ليه؟ فاتحين الشركة دي ليه؟ عشان نكبر 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 نستمر. طيب هل هنفضل مستمرين كده وخلاص؟ عندي حاجة اسمها افتراض الدورية. ايه هي؟ عشان نعرف كسبنا ولا خسرنا بنقسم حياة الشركة إلى فترات زمنية دورية، سنوية، ربع سنوي، شهري. يبقى دلوقتي أنا افتراض الاستمرارية اللي هو الاستمرار. هل بنخلي الشركة مستمرة وخلاص؟ لأ، بنعمل حاجة اسمها افتراض دورية. بنعمل يعني كل شهر، كل ربع سنة، كل سنة، كل نص سنة نتابع الشركة. والله السنة دي كسبنا، تمام مكملين. والله خسرنا، طب نشوف خسرنا ليه، ايه المشكلة، ونبدأ ان احنا نحلها. يبقى استمرارية مش استمرارية وخلاص. استمرارية عشان اعرف انا دلوقتي هل اعمل بقى افتراض دورية اللي بقول لك عليها، نعرفها ربع سنوي، شهري، نص سنوي، سنوي، نشوف شركتنا ايه وضعها. هل احنا مكملين وخسرانين ولا مكملين وكسبانين؟ يبقى ده هو افتراض الاستمرارية. بعد كده عندي افتراض وحدة النقد. النقد اللي هي النقدية.
النقديه اللي هي ايه؟ الفلوس. ينفع تعبر عن حاجه من غير، يعني نعبر عن حاجات بس مش بفلوس؟ في بس حاجات نادره. يبقى انا بعبر عن جميع عناصر القوائم الماليه بوحده النقد، بس في حاجات بقى ما ينفعش اعبر عنها بالفلوس. هل الحاجات اللي انا مش هينفع اعبر عنها بالفلوس ينفع اسجلها؟ سؤال ليك. لو انا في حاجه دلوقتي ما ينفعش ان انا اوزنها او اسجلها بوحده النقد، يعني هي مش تمامها فلوس، هل ينفع اسجلها ولا لا؟ السؤال ليك. هسيبك دقيقه وترد. هل دلوقتي كل حاجه بتعامل فيها في الشركه بفلوس، في حاجه ينفع اتعامل بيها من غير فلوس ولا لا او ليه؟ ها بص بقى، كل حاجه دلوقتي عندي بتعامل بيها بفلوس، اي عناصر القوائم الماليه، الاصول، الالتزامات، كل الكلام اللي احنا شرحناه ده طول الكورس بالفلوس. دلوقتي اي معلومه انت مش عارف تعبر عنها بالنقود لا يتم تسجيلها، يعني ما ينفعش اسجلها. حاجه مش بفلوس هتسجلها ليه؟ هي اي حاجه وخلاص هنكتبها؟ اي حاجه بفلوس بسجلها. طب اي حاجه مش عارف اعبر عنها بالنقود ما ينفعش اسجلها. طيب زي ايه يا عم؟ زي توقيع عقد معين او عقد تعيين مدير جديد للشركه. هل العقد ده دخل فلوس للشركه؟ الشركه دفعت حاجه من جيبها؟ مفيش الكلام ده، يبقى مش هسجله. مدير وتعين الشركه، يعني هيتعين وهيبقى مدير في الشركه، جميل. هل دي بفلوس؟ الشركه دفعت فلوس؟ احنا دفعنا فلوس؟ حد دفع لنا فلوس؟ مفيش الكلام ده، يبقى مش هيتسجل. يبقى اللي بيتسجل الفلوس، النقود، الفلوس اللي داخله، الفلوس اللي خارجه، مرتبات، ايرادات، كل ده بيتسجل. اي حاجه ما فيهاش فلوس وتسجلها ليه؟ سيبها يا عم. مبدأ التكلفه التاريخيه. مبدأ ايه اسمه؟ التكلفه التاريخيه. تعالى بقى يا معلم ركز معايا. في 2015 اشترينا مبنى ب100,000 جنيه. في 2024 قيمته في السوق بقت ب500,000 جنيه. شيء طبيعي، اشترينا في 2015 كان ب100، طلع في السوق ب500. هنسجل الأصول الثابتة، نسجلها ازاي؟ تفتكر هل نسجلها بال100 ولا نسجلها بال500؟ هنا أنا عندي الرقم مقفول في الدفاتر على 100. يبقى بص بقى، تسجيل الأصول الثابتة بتكلفة شرائها وقت الحصول عليها دي التكلفة التاريخية. يعني وقت ما حصلت الشركة على التكلفة، يعني وقت ما اشتريناها بال100 هي دي اللي بتسجل هي دي اللي بتسجل في الدفاتر. يعني أنا دلوقتي اشتريت في 2015 ب100,000 جنيه، يبقى الرقم مقفول على 100,000 جنيه، يبقى أنا هسجل 100,000 جنيه. يبقى الدفاتر بتسجل وقت ما احنا اشتريناها. يبقى تاني بنسجل الأصول الثابتة بتكلفة شرائها وقت الحصول عليها دي التكلفة التاريخية، وتفضل بهذه التكلفة ولا تتغير مع مرور الزمن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في 2015 اشترينا مبنى ب100,000، بعد 7 سنين 5 سنين 6 سنين بقى ب1,000,000. أنا مالي؟ أنا شاري من 2015 ب100، متسجل في الدفاتر 100، يبقى التكلفة التاريخية بتقول لي إن أنت هتسجل بال100,000، ماليش دعوة بال500,000. دي التكلفة التاريخية. في أي حاجة صعبة يا شباب؟ بعد كده الإيراد. بص بقى ركز معايا. الإيراد بيتحسب لما تعمل شغلك مش لما تقبض. يعني أنا قبضت بس أنا ما عملتش الشغل ده، حد دفع لي فلوس بس ما عملتش، ما ينفعش. أنا الإيراد بيتحسب إمتى؟ لما تعمل شغلك مش لما تقبض. مبدأ الاعتراف بالإيرادات. إمتى أعترف بالإيرادات؟ اسمه مبدأ الاعتراف بالإيرادات. بيقول لي إن الإيراد بيتحسب لما أنا أعمل شغلي مش لما تقبض. يبقى الإيراد المسجل أو الإيراد اللي عندي، الإيراد بيتحسب إزاي؟ الإيراد بيتحسب لما أنا أبدأ أعمل شغلي، أو اللي أنا أعمل شغلي وأخلصه أبدأ آخد الإيراد أو آخد فلوس. ينفع تكون أنت مثلا بتقدم خدمة وتاخد فلوس وأنت ما اشتغلتش؟ لا، أنا بقدم أو بعمل شغلي أو بخلص شغلي وببدأ آخد الفلوس. يبقى تعترف الشركة بالإيرادات في الفترة المحاسبية لحظة اكتساب الإيراد.
او ايه، او تقديم خدمه او بيع منتج. يبقى انا الشركه عندها مبدا اسمه مبدا الاعتراف بالايراد. ابدا اعترف بالايراد امتى؟ لما اعمل شغلي، لما اخلص شغلي ابدا اعترف بالايراد، مش لما اقبض. يعني انت قبضت وما عملتش شغلك، هعترف بيه ليه؟ انا ما عملتش شغلي اصلا، انا خدت فلوس وما عملتش مقابلها حاجه، يبقى انا اعترف بالايراد ده ليه؟ يبقى تعترف بالايراد لما تعمل شغلك. طيب كل ايراد لازم يقابله مصروف، كل ايراد لازم يقابله مصروف. اسمه مبدأ المقابلة، ان الايراد قدامه المصروف، زي ما قلنا في قائمة الدخل، زي ما قلنا في صافي الربح، صافي الخسارة، عندي ايرادات عندي مصروفات. طيب احنا دلوقتي الفترة المحاسبية، احنا دلوقتي بعت 100 قميص، ده ايراد. تكلفة القماش والخياطة ال 100 قميص، مش انت بتصرف عشان تبيع؟ حلو، يبقى انا بصرف الاول، بطلع شوية مصاريف، بعد كده بيع. انا دلوقتي صرفت عشان اعمل ايه؟ اعمل قميص. حلو، القميص ده بعد كده عملت له بيع، فانا بدات ايه؟ اطلع المكسب بتاعي واشوف كسبت ايه والكلام ده. يبقى يتم مقابله المصروفات بالايرادات في نفس الفتره التي تبذل فيها الشركه جهودا. يعني الايراد لازم يبقى قدامه مصروف. انا بصرف الاول، بصرف زي ما قلنا في مثال البلاي ستيشن، جبت بلاي ستيشن، جبت كراسي، جبت الحاجات دي كلها، بدأت شغلت المشروع البلاي ستيشن ده، الأجهزة شغلت لي الدنيا، دخل لي إيراد، بدأت إن أنا أكسب وأشغل المشروع بتاعي، وده اسمه مبدأ المقابلة. طيب إحنا ليه عندنا نظامين للمحاسبة؟ بص بقى، القواعد اللي فاتت اللي احنا خدناها اللي هي اعتراف بالإيراد والمقابلة، المحاسبة بتقسمه لاتنين، حاجة اسمها أساس الاستحقاق وحاجة اسمها الأساس النقدي. يبقى أنا المحاسبة عندي نظامين، نظام اسمه أساس الاستحقاق ونظام اسمه الأساس النقدي. طيب تعالى بقى المواجهة المهمة، المحاسبة دلوقتي عايزين نعرف بتعمل ايه في أساس الاستحقاق وبتعمل ايه للأساس النقدي. ركز معايا. في أساس الاستحقاق بنهتم بوقت الحدوث بغض النظر عن الفلوس. تاني، في الاستحقاق بنهتم بوقت الحدوث، وقت ما تحصل، ماليش دعوه بالفلوس دلوقتي، هي وقت ما تحصل، ده اسمه اساس الاستحقاق. طب الاساس النقدي بنهتم بالفلوس بغض النظر عن وقت الحدوث. نقدي جاي من يعني من فلوس، انا هركز في الفلوس. استحقاق بتعامل بوقت الحدوث، ماليش دعوه بالفلوس. حلو كده، وقت الحدوث ماليش دعوه بالفلوس. طيب الاستحقاق عندي الايرادات والمصروفات. في الاستحقاق الايرادات بنعترف بيها عند تقديم الخدمه او بيع المنتج. يبقى اساس الاستحقاق الايرادات بنعترف بيها امتى؟ بنعترف لما اجي اقدم خدمه او ابيع منتج. انا قدمت خدمه وبعت منتج، ده اسمه اساس الاستحقاق. طيب هنا في النقدي بنعترف بيها فقط عند استلام النقديه. تاني، في الايرادات، في الاستحقاق الايرادات بعترف لما اجي اقدم خدمه، لما اجي ابيع حاجه، فبنعترف بيها، فبقول عليها اساس الاستحقاق. لكن هنا في الاساس النقدي اول ما اخد فلوس هنا بنعترف بالايرادات. طيب تعالى على المصروفات. المصروفات مالها؟ بعترف بيها وقت حدوثها بغض النظر عن الدفع. يلا بينا صرفنا، بعترف بيها امتى؟ بعترف بيها اول ما تحصل بغض النظر عن الدفع، ده اسمه اساس الاستحقاق. الاساس النقدي بعترف بيها فقط عند الدفع فقط. يعني عايز تلخص لي الدنيا دي تقول لي ايه؟ ان اساس النقدي بعترف بيها لما يحصل في فلوس اتدفعت في الايراد او المصروف، فبعترف بيها بقول اساس نقدي. لسه ما خدناش فلوس ومعناش فلوس وقدمنا ايراد وقدمنا خدمات والكلام ده، بقول عليه اساس استحقاق. وده الفرق ما بين اساس الاستحقاق والاساس النقدي. القوائم الماليه اتعملت، او القواعد اللي احنا اتكلمنا فيها كلها دي اتعملت عشان ايه؟ عشان تحمي، عشان نأسس صح، عشان نعرف الفرق ما بين كل حاجه. زي ما اتكلمنا عن التكلفه التاريخيه وعرفنا، قلنا ان انت اشتريت حته ارض دلوقتي او اشتريت ايا كان مبنى،
كنت شاريه من 7 سنين ب100,000 ودلوقتي ب1,000,000 جنيه، فانا مالي؟ انا وقت ما اشتريته بسجله. يبقى القواعد دي كلها او المحاسبين عملوا القواعد دي كلها عشان تسهل علينا دنيتنا، وعشان تعرفنا الدنيا ماشيه ازاي في المحاسبه، هي مش ماشيه عشوائي وخلاص. وكده نبقى وصلنا لنهايه الحصه بتاعتنا. فكده اشوفكم على خير ان شاء الله، ونتقابل مع بدايه المنهج. ولو عندك اي سؤال في اي حاجه في الكورس التاسيسي بالكامل تقدر تسيبه لنا في الكومنتات. سلام.